مرحبا، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كباب الحله اللذيذ دوت، وعملت كمان جنبه شويه مكرونه كده لذيذه. بجد لو جربتوا الوصفه دي هتعجبكم جدا. يلا نشوف عملناها ازاي. البصل كده في حدود 5 بصلات كبار. هنزل بنص الكميه واسيب النص الباقي وهنشوف هنعمل بيه ايه. البصل ده متقطع كده جوليان او حلقات زي ما انتوا عايزين، بس حلقات رفيعه قوي. دلوقتي بقى هنقلب البصل دوت لحد ما يدبل معانا. الحله عشان البصل والحاجه كده تاخد راحتها بالتشويح كويس، عشان حسيت ان الحله التانيه كانت ضيقه عليهم شويه، فهنا بقى غيرت الحله. زي ما انتم شايفين كده البصل بدأ يدبل معايا اهو. انتوا شايفين كده انا نزلت باللحمه على طول. اللحمه يا بنات بتبقى مقطعه مكعبات بالمنظر ده كده. اكيد انتوا عارفين اللحمه بتاعت كباب الحله بتبقى متقطعه صغير كده مش كبير، مكعبات صغيره كده. نزلت بيها وهديها كده تشويحه مع البصل. ده في حدود 1.4 كيلو من اللحمه. الوصفه دي هتعجبكم قوي يا بنات، جربوها. لو عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لنا بقى في الكومنتات، تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب عشان نستمر معاكم في تقديم احلى الوصفات. طبعا اللحمه ممكن تنزل معاكم ميه وممكن ما تنزلش ميه، فلو ما نزلتش احنا كده بنزود الميه بتاعتنا. طيب بعد كده هنحط بقى دلوقتي التوابل على الميكس بتاعنا الرهيب ده. معايا هنا بهارات مشكله، ومعايا كزبره ناشفه، ومعايا فلفل، ومعايا هنا حبهان، ومعايا ورق لورا. هنزل بيهم كل دول على اللحمه بتاعتي والبصل كده، وهقلبهم كويس مع اللحمه كده. وطبعا بزود كميه الميه على مراحل، ما بزودش الكميه كلها مره واحده. هسيب بقى اللحمه بتاعتي كده تاخد تشويحه حلوه وتنزل الميه بتاعتها كده. واتفقنا لو ما نزلتش كده احنا بنزود ميه، وما نزودش الكميه كلها مره واحده. زي ما انتوا شايفين بقى اللحمه بتاعتي اهي. دلوقتي انا هزود لها شويه ميه بقى واسيبها لحد ما تستوي، وكل ما تبقى ما تحتاج ميه بزود لها شويه لحد ما تستوي معايا في حدود 90% كده. دلوقتي اللحمه بتاعتي استوت بقى 90% كده، فهنزل بقى بباقي البصل اللي عندي اللي انا كنت مقطعاه معاكم. دلوقتي بعد ما نزلت بالبصل زي ما انتم شايفين كده هقلبه مع اللحمه لحد ما يدبل خالص. وبعدين ممكن ازود ميه لو احتاجت ميه حسب كميه الصوص اللي انا عايزاه، او انا عايزه كميه مثلا محدده في الصوص بتاعي فبزود ميه. لو عايزه الصوص بتاعي قليل خالص ما بزودش، زي ما انتم شايفين كده، يعني حسب انتوا بتحبوا ايه. هنا بقى ظبطت الملح كده، ودلوقتي هنزل بشويه من البقدونس. هنا نزلت بقى بشويه كده من البقدونس، هقلبهم بقى وخلاص كده. هطفي بقى على اللحمه بتاعتنا الجميله ديت، كباب الحله اللي طعمه رائع ده. وكده بقى بعد ما خلصنا كباب الحله بتاعنا اللذيذ، شايفين دايب ازاي؟ دايب خالص. وقدمته هنا مع المكرونه. بجد وصفه طعمها لذيذ وبسيطه جدا ومش هتاخد منكم وقت. جربوها واكتبوا لي في الكومنتات لو عجبتكم، وما تنسوناش بقى من اللايك والشير والسبسكرايب. واشوفكم بألف خير. مع السلامه.